الله يفرح بك أكثر من فرح هذا الرجل بحياته. هذا رجل في الصحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، فآوى إلى شجرة ليستظل بظلها بيرتاح، فلما آوى إليها تفلتت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فطلبها، صار يركض وراها حتى أيس منها، خلاص طعام والشراب والدابة راحت، هو في الصحراء الحالة. فرجع إلى شجرته ينتظر الموت فنام. فلما ما نام رجعت الدابة، فلما استيقظ فإذا بها عند رأسه، فأمسك بزمامها ثم قام يحمد الله. وش اللي رجع له؟ رجعت له الحياة. قال يريد يحمد الله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول يا ربي أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته. الله يفرح بك أكثر من فرح هذا الرجل بحياته، برجوع حياته إليه. لماذا نخسر فرح الله بنا؟